يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. النهاردة هنشوف الوش التاني للهوس، من واحدة ملامحها اختفت ورا أكتر من 100 عملية تجميل، لشباب قلوبهم ميتة بيسابقوا الموت على عجلة واحدة في نص الطريق. ده غير الطباخ اللي قرر يتحدى قوانين الفيزياء ويطبخ أكلته وهو طاير بالموتوسيكل. مش بس كده، هنتعلم ازاي بماسورة بلاستيك وحيلة ذكية تقدر تسيطر على أخطر التعابين. اللي هتشوفه دلوقتي مش مجرد فيديوهات، دي لحظات بتكشف الوش التاني للحقيقة. ركز في كل دقيقة عشان اللي جاي مش طبيعي، ويلا بينا. تعال بقى أوريك عمليات التجميل ممكن تعمل إيه في البشر. طبعا حاجة خلقها ربنا ما ينفعش نلعب فيها، بس اللي بيحصل دلوقتي عدى كل الحدود. والشخصية اللي معانا دي هي الإيرانية سحر طبر، اللي العالم كله عرفها بلقب زومبي أنجلينا جولي. الصدمة بقى إنها عشان توصل للشكل ده عملت 100 عملية تجميل وتدخلات جراحية خلت ملامحها زي ما انت شايف كده. ورغم إنها اعترفت بعد كده إنها كانت بتستخدم مكياج عشان تزود الرعب في الصور، إلا إن قصتها فضلت من أغرب الحالات اللي بتوريك إزاي الهوس ممكن يغير خلقة ربنا، ومن هوس التجميل إلى هوس السرعة والمغامرات. من أكتر الحاجات اللي انتشرت في العالم كله دلوقتي هي الحركات اللي انت شايفها قدامك دي. استعراضات مرعبة في نص الطريق وبسرعات خيالية، وحركات بتلعب مع الموت في كل دقيقة. والمعلومة هنا إن اللي انت شايفه ده هو فن الستانت رايدنج، والموتوسيكلات دي مش ستوك أو عادية، دي بيتعمل لها تعديلات ميكانيكية مخصوص، زي تغيير الترس الخلفي لواحد أكبر بكتير عشان العزم يزيد والموتوسيكل يترفع بسهولة، وبيتركب لها فرامل إضافية في الإيد هاند بريك عشان اللاعب يقدر يتحكم في التوازن وهو واقف على الموتوسيكل بالمنظر ده. سيبك بقى من جنون الموتوسيكلات وتعالى شوف الحيلة الذكية لصيد التعبان. لو انت بقى بتخاف من التعابين، تعالى أوريك حيلة ذكية ممكن تعملها في أي مكان وتقدر تصطاد بيها التعبان. الراجل اللي قدامك ده بيعمل تجربة عملية وبيوريك تقدر ازاي تصطاد التعبان أو تاخده من مكان وتوديه لمكان تاني. هتجيب ماسورة بلاستيك وبعد كده هتخلي التعبان يدخل جواها. والمعلومة اللي لازم تعرفها هنا إن الطريقة دي بتعتمد على ذكاء الصياد في استغلال غريزة التعبان. التعبان أول ما بيشوف فتحة الماسورة المظلمة دي بيحس بالأمان وبيفتكر إنه لقى مكان يهرب فيه من الضوء ومن الناس، فبيدخل من غير ما يحس إنه في فخ. سيبك بقى من هدوء التعبان وتعالى شوف الطباخ اللي بيسابق الريح. تعال بقى أوريك أغرب طباخ موجود في العالم، وده لأنه بيعمل حاجات غريبة. بيحب الطبخ وفي نفس الوقت بيحب السباقات، علشان كده بيسموه بالشيف المتسابق. أيوة يا سيدي، بيركب الموتوسيكل وكمان بيعمل عليه أكل. واللي هيصدمك بجد إن اللي بيعمله ده مش مجرد حركات، ده تكنيك بيعتمد على سرعة الهواء المندفع عشان يخلي النار تفضل شديدة ومستمرة كأنها بوري قوي. وده بيسوي الأكل بأسلوب الفلاش كوكينج أو التسوية السريعة جدا. جنون ميكس بين الطبخ والمخاطرة عشان يوصل الطلب لسه طالع من على النار. سيبك بقى من نار الطباخ وتعالى شوف أغرب سحلية في الكوكب. تعال بقى أوريك أغرب أنواع السحال اللي موجودة في العالم، ولما هتشوفها هتقول إنها خارجة من فيلم خيال علمي. السحلية اللي قدامك دي بتعمل خدعة بسيطة بتخلي كل الكائنات تخاف منها لو حد بس حاول يقرب جنبها. والمعلومة اللي لازم تعرفها هنا إن الكائن ده هو السحلية المهدبة، واسمها العلمي كلاميدوسونرس كينجي. الياقة الجلدية اللي حوالين رقبتها دي مش مجرد زينة، دي وسيلة دفاعية بتفتحها فجأة عشان تبان أكبر وأخطر قدام أعدائها. السحلية دي بتعيش في شمال أستراليا، ومن أغرب صفاتها إنها لما بتخاف بتجري بسرعة البرق على رجليها اللي ورا بس، كأنها ديناصور صغير هربان من العصور القديمة. سيبك بقى من رعب السحالي وتعالى شوف أغرب طائر ممكن تشوفه في حياتك. تعال بقى أوريك أغرب أنواع الطيور اللي موجودة في العالم واللي بتقدر تاكل وهي مقلوبة. أيوة يا سيدي، الطائر اللي معانا النهاردة بيسموه بطائر الفلامينجو، واللي هيصدمك إن الفلامينجو بيقدر يعيش ويشرب من بحيرات كاوية ومالحة جدا ممكن تدوب جلد أي كائن تاني. والأغرب من كده هي طريقة أكله. الفلامينجو بيقلب راسه بالكامل تحت المية عشان يفلتر الأكل بمنقاره، يعني حرفيا بياكل وهو بوضعية مقلوبة. وكمان عنده قدرة مذهلة إنه ينام وهو واقف على رجل واحدة من غير ما يقع، وده لأن جسمه فيه نظام قفل طبيعي في المفاصل بيخليه ثابت وموفر للطاقة كأنه تمثال. وبكده نكون خلصنا رحلتنا النهاردة وسط أغرب عجائب العالم. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والفولو عشان اللي جاي أقوى. ورمضان كريم عليكم، صياما مقبولا وإفطارا شهيا. سلام.